السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى قلت كده اقول لكم الاسعار اللي موجوده في السوق اخبارها ايه. النهارده السوق كده عندي جبت شويه فاكهه على خضار على رقاق وكرنب والكلام ده، وكمان رحت جبت التموين. هقول لكم اسعار كل حاجه دلوقتي. يلا بقى، لو لسه اول مره تشوفي قناتي حط اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم فيديوهاتي، وصلوا على النبي كده ونقول بسم الله وندخل نقول اسعار الحاجه النهارده. اول حاجه معايا كده جبت رز. الرز ده ب17 ونص. تمام، اهو ده شكله. كمان جبت، ثواني كده، كمان جبت اهو برتقان. البرتقان ده ب4 جنيه. اهو، اهو ده برضو جبت هنا 2 ونص وجبت كيلو ونص. خلاص ده ب4 جنيه البرتقان ده. خلاص، كمان جبت ذرة فشار. الذرة فشار جبت ربع كيلو ب12. الربع كيلو بقى ب12 جنيه. وكمان رحت جبت التموين. التموين بتاعي اهو. جبت رز وزيت وكيس سكر، وجبت بالباقي ملح طبعا. اهو جبت رز ده، وده الملح، ورز اهو برضو، وجبت كيس سكر. ده التموين بتاعي. تمام، والزيت اهو كمان. خلاص، جبت كمان بتنجان. جبت بقى من السوق، هو الراجل بتاع التموين جنب السوق يعني. جبت البتنجان ده بتنجان آلية. البتنجان ده الكيلو ب6 جنيه. يبقى البرتقان كيلو ب4، بتنجان ب6، الخيار ب10 وكيلو وربع ب10. الخيار ده ب10 جنيه وكيلو وربع ب10. اهو. خلاص، جبت كمان فلفل الكيلو ب10 جنيه. الفلفل النهارده غالي شوية، جبت نص بس ب5. خلاص، الفلفل النهاردة الكيلو ب10، والخيار الكيلو ب10 وكيلو وربع ب10. الموز النهاردة 2 ب25 اهو زي الفل. وجبت كمان بطاطس من الصغننة دي عشان اعمل لها صينية، اللي هي بحشيها لحمة مفرومة. جبت بس كيلو على قد الأكلة. الكيلو كان ب5 جنيه. تمام، انما الكبيرة بتاعت الآلية الكيلو ب8 وب وب9. وفي ناس كمان كانت بتبيعها 2 ب15، يعني لما السوق خلاص قرب يخلص. خلاص، واللي مش آلية اللي هي بتاعت الصينية يعني بتتباع بكام؟ ب6 جنيه اللي هي مش آلية. تمام. الدقيق اهو. الدقيق جبت نص دقيق ب9 جنيه، وقلت لكم جبت فشار. خلاص، ده كده الخضار اهي. البطاطا النهارده كانت ب6. البطاطا غليت خلاص عشان بتخلص، بقت ب6 جنيه. وقلنا خيار والموز. وده بصل اهو. البصل النهارده ب5 جنيه جبته. وجبت كمان رقاق اهو. الرقاق ب30 الكيلو. وجبت طبعا كرنبتين اهم، الواحدة ب5 جنيه. خلاص، عشان هما صغيرين شوية، في الواحدة ب5. يبقى خلاص اهي دي الحاجة اللي جبتها. وجبت كمان طماطم وفراولة. الفراولة الكيلو ب15، والطماطم الكيلو ب5 جنيه. بس انا عندهم في التلاجة بقى. خلاص، دي الحاجة اللي انا جبتها النهاردة. ويا رب ان اكون افدتك كده بحاجة. وعرفتي الاسعار النهارده. زي ما قلت لك البطاطس دي حلوه جدا، بقورها يعني بعملها بحشيها لحمه مفرومه، بتبقى حلوه قوي. جبت كيلو وجبت 2. دي ب5 ودي ب8 اللي هي الآلية الكبيره. يا رب النهارده بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك علشان يوصلكوا فيديوهاتي. اتفرجوا يا جماعه على الفيديوهات فيها حاجات اقتصاديه وحلوه جدا. يا رب يكون عجبك النهارده الفيديو. وهتوحشوني جدا. مع السلامه.